سلامة يا بطل. ياسين بونو ينقل خارج ملعب رامون سانشيز بيثوان في إشبيلية بواسطة حمالة. الحارس المغربي ياسين بونو ينقل إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الرقبة في فريقه إشبيلية أمام ألميريا ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني. يبدو أن هذه الإصابة انتشرت بقوة وسط مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، وأن اللاعب المغربي يحظى بشعبية كبيرة بعدما قدم الأداء العظيم في مونديال قطر 2022 رفقة زملائه في المنتخب المغربي. هذه الإصابة أثارت قلق الجميع داخل نادي إشبيلية، كما أثارت هلع المنتخب المغربي الذي يعد بونو فيه الحارس الأول والمعتمد من طرف كتيبة الركراكي. الكاميرا لم تقف عند هذا الحد، لكنها التقطت ردة فعل جد رائعة من الجمهور الحاضر من الملعب بعدما صفقوا لياسين بونو وأخرجوه وسط تشجيعات وتصفيقات حارة، كما رددوا عبارة بالشفاء يا بونو باللغة الإسبانية. والتقطت الكاميرا أيضا لقطة يوسف نصيري الذي جاء ليطمئن على ياسين بونو بعد سقوطه على الأرض، في الوقت الذي حاول فيه أيضا المناداة على الفريق الطبي لنادي إشبيلية والاستعجال بسرعة. يبدو أن ياسين بونو لاقى التفاعل الكبير من الجمهور وسط الملعب والتصفيق اللازم لأفضل حارس عربي ومغربي رغم سوء النتائج الأخيرة، كما أنه لاقى اطمئنان صديقه في المنتخب المغربي يوسف نصيري، الشيء الذي سيجعله يعود بسرعة إلى الميادين ويجعل إصابته خفيفة.